السلام عليكم ورحمة الله. تخيل معايا إنك قايم من النوم مش على صوت المنبه بتاعك، لكن على صوت ديك وريحة النيل اللي جاية مع نسمة الصبح الفريش. الشمس لسه بتطلع فوق الأفق ونورها الذهبي بيلعب على حيطان بيتك اللي مبني من الطوب اللبن. بتقوم عشان تبدأ يومك، يوم زي اللي قبله واللي قبله كمان، بس كل يوم فيه قصة جديدة. قصة صغيرة لكنها جزء من حكاية أعظم حضارة شافها التاريخ. في الفيديو ده هنشوف رحلة من نوع تاني، مش بس عشان تزوروا الملوك والأهرامات، لأ، دي رحلة عشان تعيش يوم مع الناس العادية، الناس اللي بنت الأهرامات وحرست الأرض وكتبت التاريخ. النهاردة هنعيش يوم في حياة مصري قديم، هنعرف بيفطر إيه وشغله كان بيعتمد إزاي على النيل، وكان بيعمل إيه في وقت فراغه. الرحلة دي هتخليك تبص للحضارة المصرية القديمة بنظرة جديدة خالص، وتفهم إن العظمة ما كانتش بس في التماثيل والمعابد، لكن في تفاصيل حياة شعب كامل. جهز نفسك عشان هنرجع بالزمن أكتر من 3000 سنة لورا. اليوم في مصر القديمة كان بيبتدي من بدري قوي، مع أول خيط من نور الشمس. مفيش كهرباء ولا لمبات، فالناس كانوا بيصحوا مع شروق الشمس وبيناموا مع الغروب. أغلب المصريين القدماء كانوا فلاحين بيشتغلوا في الأراضي اللي حوالين النيل، أو حرفيين في المدن. أول حاجة كانوا بيعملوها الصبح هي إنهم ينظفوا نفسهم. كانوا بيغسلوا وشهم وإيديهم بالمية، يا إما من النيل لو كانوا قريبين، يا إما من جرة مية في البيت. كانوا بيستخدموا حاجة زي الصابون اسمها نطرون، مادة طبيعية كانوا بيجيبوها من بحيرات مالحة في الصحراء. النطرون ده ما كانش بس للنظافة، كانوا بيستخدموه في التحنيط وغسيل الهدوم كمان. النظافة كانت حاجة أساسية عندهم، لأن المصريين القدماء كانوا بيحبوا النظام والنظافة في كل حاجة. الفطار ما كانش وجبة فخمة زي دلوقتي، الأكلة الأساسية كانت عيش وبيرة. العيش كان بيتعمل من قمح أو شعير، وكان شبه الخبز البلدي بتاعنا، بس كان أغمق وأنشف شوية. كانوا بيعملوه في تنور طيني في البيت أو في فرن الحارة. البيرة دي كانت مشروبهم الرئيسي، وما كانتش زي البيرة بتاعتنا، كانت من نوع مشروب مخمر خفيف بيعملوه من الشعير بعد ما بينقعوه ويخمروه. البيرة كانت زي الأكل بالنسبة لهم، وكانوا بيشربوها بدل المية أحيانا عشان المية ما كانتش دايما نظيفة. مع الفطار ممكن كانوا ياكلوا شوية خضار زي البصل أو الفول أو البسلة، وأحيانا تين أو تمر لو موجود. بعد الفطار البسيط ده اليوم كان بيبدأ بجد. حياة المصري القديم كانت كلها متعلقة بالنيل. النيل كان بالنسبة لهم الدم اللي بيجري في عروق الأرض. الأراضي الزراعية كانت بتعتمد على فيضان النيل اللي كان بيجي كل سنة من يوليو لأكتوبر. الفيضان كان بيجيب معاه طمي غني بالمغذيات، بيخلي الأرض خصبة وجاهزة للزراعة. في شهور الفيضان الفلاحين ما كانوش بيزرعوا عشان الأرض كانت غرقانة، فكانوا بيشتغلوا في مشاريع الدولة زي بناء الأهرامات أو المعابد. الشغل ده ما كانش عبودية زي ما ناس كتير فاكرة، لأ، كان زي نوع من الخدمة العامة، والفلاحين كانوا بياخدوا أكل ولبس على شغلهم. لما الفيضان كان بيخلص والمية ترجع لمستواها الطبيعي، الأرض كانت بتبقى مغطاة بالطمي الخصب. هنا كان بيبدأ موسم الزراعة. الفلاحين كانوا بيستخدموا محراق خشبي بيجروه بطور عشان يقلبوا الأرض، وبعدين يرموا البذور بإيديهم. المحاصيل الأساسية كانت القمح والشعير عشان يعملوا منهم العيش والبيرة. كانوا بيزرعوا كمان كتان عشان يعملوا منه قماش الكتان اللي كان أساس هدومهم. وكانوا بيزرعوا خضار وفاكهة زي البصل والثوم والبسلة والفول والتين والتمر والعنب. لما المحصول كان بيستوي كانوا بيحصدوه بمناجل بسيطة، بعدين يجمعوا السنابل ويدرسوها عشان يفصلوا الحبوب عن القش. جزء كبير من المحصول كان بيروح للبيت عشان الأكل، وجزء تاني كان بيروح للدولة كضريبة عشان تمول مشاريعها الكبيرة. مش كل المصريين القدماء كانوا فلاحين، كان في طبقة كبيرة من الحرفيين والعمال والفنانين اللي عايشين في المدن. دول كانوا الناس اللي بيبنوا المعابد وينحتوا التماثيل ويعملوا الفخار ويكتبوا على أوراق البردي. الحرفيين كانوا بيشتغلوا في ورش صغيرة وبيستخدموا أدوات بسيطة زي الأزاميل والمطارق الخشبية. شغلهم كان محتاج صبر ومهارة عالية جدا. كان في نجارين، خزافين، نحاتين، وصاغ الذهب. النحت في وادي الملوك مثلا كان بيعتمد على حرفيين كانوا بيعيشوا في قرية خاصة بيهم طول فترة شغلهم. الكتاب والكتبة كانوا طبقة مهمة جدا في المجتمع. الكاتب كان بيتعلم الهيروغليفية، ودي كانت لغة صعبة قوي، عشان كده كان ليه مكانة مميزة. شغله كان إنه يسجل كل حاجة، من الضرايب والمحاصيل لحد القوانين والشعر والأدب.
بعد يوم طويل من الشغل المصري القديم كان بيرجع بيته عشان يرتاح ويقعد مع أهله. البيوت كانت مبنية من الطوب اللبن عشان تحمي من حر الشمس، وكمان عشان الطمي كان متوفر من النيل. البيوت كانت فيها فتحات تهوية عشان الجو يفضل فريش، وكان فيها فناء داخلي بيستخدموه للطبخ أو تربية الطيور. أغلب الناس كانوا بيناموا على السطح عشان الجو بيبقى أحسن بالليل. وجبة العشاء كانت بسيطة زي الفطار: عيش، خضار، وممكن سمك لو كانوا قريبين من النيل. اللحمة كانت حاجة فاخرة، ما كانتش بتتاكل غير في المناسبات أو الأعياد أو عند الأغنياء والكهنة. أكلهم كان صحي أوي مقارنة بأكلنا النهاردة، لأن ما كانش فيه سكر ولا دهون مصنعة. كانوا بياكلوا عيش، خضار، وفاكهة زي التمر والتين. الأكل كان بيتحفظ بالتجفيف أو التمليح، لأن مفيش تلاجات طبعا. في وقت الفراغ المصري القديم كان بيحب يلعب ألعاب زي السنيت، ودي كانت لعبة مشهورة جدا عندهم. كانوا بيحبوا المزيكا والرقص، وكانوا بيحتفلوا في المناسبات الدينية بحماس كبير. الحفلات دي كانت جزء مهم من حياتهم الاجتماعية، وكانوا بيستمتعوا بيها جدا. كانوا بيحبوا يحكوا قصص ويغنوا، والأطفال كانوا بيلعبوا ألعاب زي الجري أو لعب الكرة بالعصاية. الحياة كانت بسيطة بس مليانة بالروح والطاقة. الدين كان جزء كبير من حياة المصري القديم. كانوا بيؤمنوا بآلهة كتير زي رع إله الشمس، وأوزوريس إله العالم الآخر، وإيزيس إلهة الأمومة. كل يوم كان فيه طقوس بسيطة في البيت زي تقديم قربان صغير من أكل أو شرب للآلهة. كانوا بيصلوا عشان يطلبوا الحماية والبركة ليهم ولأرضهم. المناسبات الدينية الكبيرة زي عيد الفيضان كانت بتبقى احتفالات ضخمة، الناس كلها كانت بتشارك فيها بالرقص والغنى. الكهنة كانوا طبقة مهمة، وكانوا هم اللي بيديروا المعابد ويقدموا القرابين. حتى الناس العادية كانت بتحب تشارك في الطقوس دي عشان تحس بالارتباط بالآلهة والطبيعة. العيلة كانت أساس كل حاجة في مصر القديمة. الناس كانوا بيعيشوا في بيوت صغيرة مع أهلهم، وكانوا بيحترموا الأجداد والكبار جدا. الجواز كان بيتم بدري، والعيلة كانت بتبقى كبيرة عشان الأطفال كانوا بيعتزوا بيهم. الأم كان ليها دور كبير في تربية الأطفال وإدارة البيت، والأب كان بيشتغل بره. الأطفال كانوا بيتعلموا من صغرهم إزاي يساعدوا في شغل البيت أو الحقل. المجتمع كان مترابط، والناس كانوا بيساعدوا بعض في الحصاد أو البناء. لو حد كان محتاج مساعدة، الجيران كانوا بيقفوا جنبه. حياة المصري القديم كانت بسيطة بس مش سهلة. كانت مليانة شغل وتعب، لكن كمان مليانة شغف وأمل. حياتهم كانت متعلقة بالنيل اللي كان مصدر رزقهم وأساس حياتهم. فهمهم للطبيعة وعبقريتهم في الهندسة والفن ما كانوش بس ورا بناء الأهرامات العظيمة، لكن كمان ورا بناء حضارة كاملة غيرت وجه العالم. الفلاح اللي كان بيشتغل في الحقل، والحرفي اللي كان بينحت الحجر، والكاتب اللي كان بيسجل كل حاجة، كل واحد فيهم كان جزء من الإرث ده. لما تبص على الأهرامات افتكر إن ورا كل حجر فيها قصة إنسان عادي كان بياكل عيش وبيرة وبيحلم بحياة أحسن ليه ولعياله. يمكن كانوا فقراء بالمعايير بتاعتنا، بس كانوا أغنياء بالإرادة والعزيمة وحب بلدهم. دي قصة المصري القديم، قصة إنسان عادي قدر يبني حضارة عظيمة. في النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.